لو انتي مامي جديدة وكنتي فاكرة ان الدنيا بعد الولادة هتضحكلك وان مفيش ألم تاني هتحسي بيه وان الرضاعة الطبيعية من اسهل ما يكون، وبعد كده اتصدمتي بالحقيقة المرة، او لو انتي ام ولسه حامل وبتحضري الولادة الطبيعية ومش عارفة تبتدي منين، يبقى الفيديو ده ليكي، كملي معايا للاخر. هاي بنات، انا مامي جديدة البنوتين، وفي الفيديو ده هعلمك ازاي ترضعي رضاعة بدون ألم. الحقيقة هو فعلا الموضوع مش سهل، هو بنسميه السهل الممتنع، اللي هو سهل لو اتعلمتيه صح، وصعب جدا وهيعذبك لو انت مش فاهماه صح. وللامانه انا من اكتر الناس اللي تعبت فيه، وعشان كده في الفيديو ده هقولك من اول ما تمسكي البيبي ازاي لغايه ما ترضعيه ازاي الموضوع ده يعدي من غير الم. اول حاجه هنعتبر انه العروسه دي هي البيبي افتراضي، يعني انت هتمسكي العروسه دي كده وهتخليها طمي تطمي، يعني بطنها مقابله لبطنك، وهتشيليه كده، وبالتالي الايد دي هتكون ماسكه الراس والرقبه، تقدري تتحكمي فيها. اول حاجه البيبي هو اللي هيروح لك، انت مش هتروحي له، فبالتالي انت كتفك وقعدتك وكل حاجه مظبوطه وسليمه، والطفل هو اللي هيجي عليكي. وبالايد التانية هتمسكي البريست وهتعملي حاجه اسمها ساندويتش تكنيك، بمعنى ان انت هتضغطي عليه بحيث ان هو يصغر ويقدر حجمه يدخل جوه بق البيبي، هتدخلي اكبر قدر ممكن. طب ازاي تقنعي الطفل ان هو اصلا يفتح بقه؟ بتعملي له حاجه اسمها زي ستيميوليشن كده، او انت بتحسيه ان هو يفتح، بتخبطي مش بتخبطي يعني بتملسي كده على خده شويه، فبيفضل يفتح بقه. تفضلي تعملي كده كذا مره لغايه يفتح اكبر حاجه ممكنه، وساعتها بتقومي مدخله البريست، تعملي سكويزنج، مدخله البريست اكتر حاجه ممكنه. عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندخل النابل او الاريولا او الحلمه او الهاله كلهم جوه، او اكبر قدر منهم جوه بق البيبي، وفي نفس الوقت نحافظ على مناخيره تكون باصه لفوق والدقن بتاعته تكون باصه لفوق. ليه بنعمل كده؟ عشان ندخل الحلمه والهاله لاكتر حته مش مضغوط عليها جوه، اللي هي يعني اسمها عند سوفت بلد، او اللي هي قرب زوره كده. ليه بنعمل كده؟ علشان الجزء ده مش هيخبط فيكي، فبالتالي او مش هيتعسر عليه، فبالتالي هيكون مفيش ألم منك، ومن جهته هو هيقدر يضغط على كل الجزء ده وياخد اكبر كمية لبن، فهيطلع شبعان وانت مش هتطلعي متألمة، وده اللي احنا عايزينه. طب لو احنا عملنا بور لاتش، يعني الالتئام ده ما عملناهوش صح، او بمعنى اصح الطفل اخد بس الحلمة ما اخدش معاها الهالة، ساعتها ايه اللي هيحصل؟ الطفل هيفضل دايما جعان، لان هو مش هيعصر على كل الصدر بتاعك، فمش هياخد كفايته من اللبن، وهيفضل دايما جعان ودايما بيعيط، وانت دايما هتفضلي موجوعه، وانتوا الاتنين هو عايز هو دايما عايز يرضع منك، وانت دايما مش قادره ترضعيه. فبالتالي واحده من اهم الحاجات ان انت تعملي بيرفكت لاتش او الالتئام الصح. دي اهم حاجه تعمليها، وصدقيني لو عملتي الستبس دي كلها صح، صدقيني هترتاحي كل الفتره انت هتكوني بترضعي فيها. دي اول مره تشوفيني، ما تنسيش تشتركي في القناه، ولو عجبك الفيديو يا ريت تدوسي لايك، وحاولي تشير الفيديو لاكبر عدد من البنات عشان يوصل ليهم وما يتعدوش بالتجربه السيئه دي.